حطي اللبن على البطاطس ومش هتندمي. بصي يا ستي، كل الحكاية هتجيبي البطاطس اللي حجمها صغير مش اللي حجمها كبير. افضل البطاطس اللي هي بتاعة الطبخ مش بتاعة التحمير. طبعا ان البطاطس اللي انا جايباها هنا اللي فيها النقطة الحمراء يعني في الاساس دي بتاعة التحمير، وممكن تمشي كمان للسلق. بس الافضل البطاطس اللي هي ما فيهاش النقطة الحمراء، يعني البطاطس الطينية هي افضل حاجة للوصفة ديت. بتطلع معاكي بصي كريمة. المهم يلا بقى نكمل بقية الوصفة. غسلت البطاطس كويس قوي، وعلشان انا جايباها الحجم الوسط بقسمها النصين. حاولي ما تقطعهاش لاكتر من كده علشان ما تتهرش منك. لو جايبه البطاطس القوالب يبقى هنقول نقسمها لثلاث قطع بس. ويفضل ان انت تجيبي البطاطس اللي حجمها اصغر من كده علشان تسلقيها على طول من غير ما تقسميها، بس هتشيلي حته من القشره تسهل عمليه السلق. حطي كميه كافيه من الميه تغطي البطاطس علشان تدخل في السلق، وكمان هحط لها شويه من الملح. ما تكتريش